سلام سلام. جيبوا زوز كيسان حليب معاهم زوز مغارف كاكاو كبار، وزيدوا لهم 6 مغارف كبار سكر، وربع كاس من الزيت النباتي. خلطوهم كل مع بعضهم هكا مليح مليح، ونحيو كاس على جنب. جيبوا فنجان حليب وزيدوا له مغرف كبيرة فارينة، حلوها مليح في الحليب وصبوها في الخليط تاعنا هذاك اللي خليناه في الكاسرونه، حطوها على النار، خليوه يعقد مليح مع التحريك المستمر حتى نتعقد لنا الصوص تاعنا. عقدت كملت، دركا واش نديروا لها؟ نحكموا نصفيوها بالصفايه تاعنا، ما نحيو التكتلات اللي عندنا كامل، ونتحصلوا على الصوص تكون رطبه ومليحه وفي نفس الوقت تكون عاقده. خلاص كملنا الصوص تاعنا، دركا واش نروحو نديرو؟ نبداو نحضروا الكيكه تاعنا اللي نحتاجو فيها زوز بيضات بحراره الغرفه، نحتاجو فيها 8 ملاعق من السكر، نحتاجو فيها ايضا قرصه ملح وشوي فاني. لهنايا نخليو البيض تاعنا والسكر حتى تتضاعف الكميه تاعهم، ونروحو نضيفو لهم 8 ملاعق من الزيت. بعد ما زدنا 8 ملاعق زيت نروح نزيدو ايضا 8 ملاعق حليب، نزيدو نخلطوهم مع بعضهم، ونروح نبداو نضيفو في النواشف تاعنا اللي هما عنا وشيا 6 ملاعق كبار فارينة، ومعاهم زوز ملاعق كاكاو. نصفيوهم مليح ونضيفو تدريجيا، ونحطوهم شكل مع بعضهم ونخلطو من تحت لفوق من الاسفل للاعلى يعني تدريجيا. ولهنا نروح نضيفو مع بعضنا كيس من الخميرة الكيميائية، كيف نبقاو نخلطو من تحت للفوق بنفس الطريقة اللي خلطنا بها الفارينة. لهنا المول تاعي دهنته وحطيت له الفارينة باش ما يلصقليش. نحطو الخليط تاعنا ونخبطوه مليح، نعملوه بالعود تاعنا باش يكون متساوي، ونحطوه في الفرن. ولهنا راهي واضحة باللي طابت وش ناشفة من داخل بعد ما دخلت لها عود الثقاب هذاك. خلاص دوكا واش نديرو؟ نتقبوها كامله 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 البنات. هذاك الكاس اللي خليته راني غاليته مليح على النار، خليت الكيكه تاعي صح بردت وهو غاليته مليح حتى نغلى مليح على النار، ومن بعد صبيته على الكيكه بارده. بالنسبه للصوص راهي كانت بارده واجده، غلفنا بها الكيكه تاعنا من الفوق. بالنسبه للكاوكاو هذاك اختياري، اللي حاب يديروا اللي حاب لا. انا لهنا كان عندي طرف كاوكاو حمصته وهرسته وحطيته من فوق، وها هي النتيجه تاع الوصفه تاعنا اليوم. شهيدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وان شاء الله تجيكم سهله وخفيفه. جربوها ما تندموش، راني متاكده بلي راح تعجبكم وراح تنجح لكم. في امان الله.